خد يا كابتن يا كابتن، برضه ده كلام؟ يعني بعد ما تخلص تمرينك يعني انا هتمرن ازاي؟ طب دلوقتي بعرقك ده ما ينفعش يا جماعه. طيب طبعا لقينا ابو الشباب خلص التمرين بتاعه وسايب الايه البنش بتاعه بالطريقه ديت. فيا جماعه يعني ارحمونا يا جماعه، يعني لو انت بتعمل كده ما تعملش كده، منظرها بايخ والله. قدامنا حلين دلوقتي عشان نتمرن على المكان ده بعد ما اخينا وحش الوحوش دخل واتمرن وعمل منظر بالعرق ده. يا طريقه اللي احنا يكون في الجيم عندنا فيه اللي هو مزيل البكتيريا والكلام ده، انتي بكتيريا، ونمسح مكانه كويس عشان نعرف نتمرن. احنا المفروض هو اللي يعملها مش احنا اللي نعملها كمان. المفروض وحش الوحوش بعد ما يخلص تمرينته بيسدينا المكان نظيف وجاهز. طيب اكيد وحش الوحوش مش هينظف والجيم مش هياخد باله، في جيمات كتيره ما بتعملش كده. طب ازاي انا احمي نفسي؟ احمي نفسي اللي انا مكان ما اقعد لو قعدت على الشازلونج ده، على البنش ده، ما يحصليش حاجه، ما افاجئش بعد كده ان انا لو لابس شورت او لابس فانلة حمالات افاجئ اللي فيه عندي ممكن مرض جلدي او الكلام ده كله. حاجه من اتنين زي ما قلنا، يا اللي هي انتي بكتيريا، يا لازم يكون معاك الفوطه بتاعتك. عشان كده انا بقول اللي لازم فوطتك تبقى معاك، مش هي منظره او عشان خاطر تمسح بيها العرق بس، عشان خاطر قبل ما تتمرن انت ما تعرفش مين كان قاعد بيتمرن على المكان ده، ما تعرفش مين. وبعد ما تتمرن بتسيب المكان نظيف للي هيجي بعد كده. يبقى انت حصلت لك حاجه كويسه اللي انت اتمرنت على مكان بفوطتك الشخصيه، بفرش الفوطه وبتمرن التمرين اللي انا عايز اتمرن بيه. تمام؟ بعد ما اتمرنت سبت المكان برضو نظيف. كلام حلو، مش هيعمل معنا اي حاجه، هي فوطه هاخدها في الشنطه معايا، موضوع خلصان. عشان كده هفضل في كل تمرين هقول فوطتك معاك، محدش يجيب لي فوطه 30 سم في 30 سم. تمام؟ انت بتحمي نفسك وبتحمي غيرك، فوطتك معاك في التمرين.